سلام فريدات. الفيلم ديال اليوم صيني والبطله ديالو بنت سميتها جين. بنت كتسكن في واحد القريه ريفيه وملي وصلت للثانوي تحاولت تقرا في المدينه وتما غيحبها اغنى شاب في ديك المدينه وغيوقعوا ليها بزاف د الحوايج اللي غيقلبوا حياتها راسا على عقب. الا كنتي اول مره تسمع هذا الصوت البشع ادخل الصفحه خلي لايك وفعل الجرس ويلا بينا. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت سميتها جين. بنت قرايه ساكنه في واحد العروبيه بعيده عن المدينه وملي طلعت للثانوي قرروا والديها ينقلوها تقرا في المدينه باش تكون عندها افاق اكثر، ورغم ضعف الحاله الماديه ديالهم داروا اللي في جهدهم ساكن باعوا اللي وراهم واللي قدامهم باش يقدروا يوفروا لها المصروف اللي غتحتاج. وفعلا تقبلت جين في واحد الثانويه في ديك المدينه، وفي اول يوم عندها في ديك الثانويه داخله مسكينه حشمانه ومن لبستها بين بدويه، والفرق بينها وبين بنات المدينه واضح من ناحيه اللبس اللي لابسه ولكن ماشي من ناحيه الزين، حيت جين غزاله ما شاء الله ولكن حاسه باللي هي الوحيده الفقيره وسطهم قبها الله والفقر. وهي غاديه كتمشى وسط ديك الثانويه معلامه بها تجا من وراها واحد خونا عنده موطور داز من حداها هو يفرقع واحد الشيو ديال الماء رجعها كاع مسرسطه. وهاد خونا سميتو تشينك، طالب لاباس عليه وعائلته ميسوره في ديك المدينه. خونا الاعدادي دوزو غير في الخصوصي عكس صاحبتنا جين اللي مسكينه قرات غير في جبال الريف. المهم ختنا جين ما صراش لها البلان، قصدتو قالت ليه انت مالك عور ما كتشوفش الساعه خونا هز نيفو للسما كاع ما تسوق ليها. وهما كيتناقروا غيكونوا جنبهم واحد الدراري لاعبين البيسبول، واحد فيهم فلوطات ليه الكره وكانت جيه لجين نيشان. الساعه خونا تشينك لاح ليه يدو وطاكا عليها وقال لها المره الجايه ملي تكوني غدا في الطريق ردي البال، راه المدينه هذه ماشي قريتك الريفيه. قال لها كثرتو يا العروبيه زاد كعها، هما العروبيه كي جاو كعمي ما كاين غير طق وداكشي. ما علينا. مشات صاحبتنا جين دخلت القسم كلشي دار فيها قاو وغتلقى خونا تشينك معاه في نفس القسم، والمشكله طاوله وحده اللي خاويه هي اللي قدام تشينك ما عندها ما دير. جلست قدامه وغادا تعرف ختنا جين على واحد البنت معاه في القسم سميتها هيوا، وبينت هي مسكينه بدويه. نتوما عارفين صحاب الطبقه الكادحه بحالنا كيعرفوا بعضياتهم من الطياره. المهم هاد هيوا غتولي صاحبه جين وهي اللي غادا تخلي صاحبتنا جين تاقلم مع الجو في ديك الثانويه حيت كان صعيب عليها الحال. وفي واحد النهار فرقت عليهم الاستاذه النقاط ديال واحد الامتحان ديال الماتش. ساعه ختنا جين كحلتها عكس خونا تشينك ضرب النقطه الاولى في القسم وبدا مطلع عليها وهي تكع صاحبتنا جين حيت عارف راسها قرايه ولكن الماط ديال الثانوي جا صعيب مع دوك المعادلات وكذا ما عرفت من تجيهم مسكينه. وفي واحد الحصه من الحصص ناضت ختنا جين غادي للمرحاض وهزت معاها كتابها، وملي شاف خونا تشينك خطفوا لها من يدها وبقى كيتمرقن بها وهي طيح من الكتاب اولويز هو يمرق خونا تشينك. هذا القسم كامل بقى كيكخخ على داك الديكور اللي وقع. وفي الحصه الثانيه حاول تشينك يصلح داك الشيء اللي دار، حاول باش يهضر معها ولكن هي عطاته النخال حيت زادت حقدت عليه. هو يشد الكتاب ديالو ونغزها به في ظهرها ولاحو قدامها وهي تهز الكرسي اللي جالسه عليه وعطاته واحد الصبيعات تغوت خلى الاستاذ والتلاميذ كاع داقين فيه. ملي حلات جين الكتاب اللي لاح لها لقاتو حلا كاع دوك المعادلات اللي كانوا صعاب عليها وتحتهم كاتب ليها بالستيلو اي حاجه تقالت عليك خففت عليا، وقال لها اي حاجه جاتك صعيبه وما فهمتيهاش انا نعاونك فيها. المهم خونا باغي يصلح الوضع باي طريقه. وملي سالات الحصه طلعت ختنا جين تسطح المدرسه تشم شويه الهواء وطلعت مع خونا اللصقه وجا من وراها وجر لها شعرها ديك اللعيبه ديال نعنقرك زعما زاد غير كعام مسخوط وهي تخليه وتم تغدا في حالها. الساعه وقف وقال لها شنو بان لك نولي ندير لك سوايع اضافيه في الماتش فابور بلا ريال بلا جوج تولي مزيانه فيه، ولكن هي رفضات وتم غاديه في حالها وهي تفكر هضره الاستاذ ديال المات اللي كيبقى يسب فيها ملي ما كتحلش المعادلات في سبوره، وهي تراجع القرار ديالها ووافقت على العرض اللي اقترحوا عليها تشينك. وغيولي تشينك في اي حصه ما قارينش فيها يبدا يراجع معاها ودير ينسطح المدرسه هو سبوره، ومع خونا قراي وناضي في الماتش قدرت جين تستافد منه وطلعت النيفو وعجبها الحال. وغيجي الامتحان الثاني عند خونا مول الماتش وغتفرقع عليهم جين بنقطه مزيانه وطارت بالفرحه، وهذا الشيء كامل كيرجع لخونا اللي فرقع عليها تشيو النهار الاول وغتمشي عنده تشكروا على الجميل اللي دار معاه وغيوليو يتلاقاو بزاف وعلاقتهم غتولي زوينه. دازت ليام وفي واحد النهار غيلاحظ تشينك باللي جين ما جاتش للمدرسه وغيمشي عند صاحبتها هيوا وقالت لي باللي مشات العروبيه تشوف دارهم على قبل شي حاجه مهمه. داز النهار الاول الثاني الثالث مازال ما جاتش. خونا تشينك مع ولف يشوفها قدامه وحس بالملل. في واحد الحصه ديال الماتش كان ناعس وملي فاق لقى بنت جالسه في بلاصه جين وهو مع فايق مصمك بدا يسب في البنت وقال لها نوضي بدي البلاصه ديال مولاتها. وملي دارت البنت لقاها غير هيوا صاحبه جين هو يمرق وقال لها سمحي لي، وهي تقول لي باللي جين راها جات للمدينه ولكن راها مازال في الداخلي كترتاح حيت جات عيانه. وملي سمعت تشينك باللي جين جات طار عندها وملي دق عليها خرجت عنده والحزن باين عليها وقال لها اش هاد الغيبه كامله ما بغاش تجاوبه. وملي طلع عينه في دراعها اليسر شافها حازم عليه توب كحل وهذاك يعني عندهم باللي با مات وهو يفهم البلان. وغيجي الحفل ديال التخرج وغتكون جين جالسه مع هيوا وقالت لها هيوا باللي هي كتعرف تشينك مده 18 عام واعترفت لها باللي هي كانت كتبغيه وفي هاد 18 عام اللي دازو مع عمرها شافته فرحان وسعيد حتى النهار اللي تلاقى فيه مع جين ولا كيراجع معها. وقالت لها باللي تشينك من عائله لاباس عليها وماشي من المستوى ديالها وباللي هذا الجميل اللي دار معاها غير من باب الشفقه لا غير
الغيره وما دير. وفي ديك اللحظه غيجي تشينغ وقال جين ممكن ترقصي معايا، وهي تقول ليه فين عمرك شتي شي قراويه كتعرف تشطح. هو يقول لها غير نوضي غنعلمك، وخلات صاحبتها هي فوق شويه وناضت وبداو كيشطحوا شويه. تقطع الضوء وهي تخلع جين وعنقت تشينغ، وملي رجع الضوء خرجت تما غاديه في حالها. هو يتبعها ووقفها وقال لها بلي هو غيمشي يكمل قرايته الجامعيه في بكين، وقال لها الا كنتي مهتمه يلا معايا حيت النقطه اللي نجحتي بها تقبلك اي جامعه تما. قبل ما يكمل هضرته قربت لعنده وهي تبوسو وقالت ليه بلي هذه غتكون اخر مره يشوفها فيها. خونا ما فهم حتى لعبه، وغتكون هذيك القبله اللي عطاتو قبله وداع. دازت عامين وكل واحد كيرسم في المستقبل ديالو. خونا تشينغ في بكين كيقرا، وصاحبتنا جين مازال في نفس المدينه كتقرا في واحد الجامعه تما، في نفس الوقت خدامه في واحد المكتبه كتعاون بها الوقت. وفي ديك المكتبه غتعرف على واحد خونا خدام معاه سميتو جوان، وهاد جوان كيتعامل معاه زوين ودخل على مسرابس الخدمه ولا عزيز عليها، ومع الايام ولاو قراب لبعضياتهم بزاف. وفي واحد النهار غتجي عندها هو صاحبتها للجامعه فين كتقرا وشافت معاه جوان وسولتها عليه، وهي تقول لها جين باللي هو دري ظريف والله يعمرها سلعه واي بنت تستاهلو، ولكن انا خاويه راسي بيناتنا الخدمه وبس. وهي تصدم هي وسولتها على تشينغ وهي تسكت وما جاوبتهاش. ونهار الاخر خرجت جين من المكتبه وهي غاديه، حتى شدها تشينغ من يدها ووقفها وقال لها من نهار دفنوه ما بقاو زاروه. قال لها داز وقت طويل مناش ما شفناش بعضياتنا. وفي ديك الساعات غيوصل خونا جوان وغتستغل جين الفرصه وغتعرفهم على بعضياتهم، ومن بعد غيقول لها جوان يلا نمشيو راه الطريق ديال المعبد راه بعيده. هو يناقش تشينغ وقال لهم ما تخموش راه اختي عندها طوموبيل يلا نوصلكم معنا. وملي طلعوا الطوموبيل غيتعرف جوان على خت تشينغ اللي سميتها يو. وملي وصلوا لذاك المعبد كل واحد فيهم غيتمنى الامنيه ديالو، وملي بدا تشينغ يكتشف الامنيه ديالو طلت عليه جين وهو يدرك عليها. وملي خرجوا مشات خت تشينغ وجوان يجيبوا شي لعيبات يقسيوهم، وبقات تشينغ مع جين وقال لها باللي المده كامله اللي ما شافهاش فيها كانت صعيبه عليه، ويعترف لها بالحب ديالو وحاول يتقرب منها. الساعه هي ما عطاتوش وقت ومشات، وغيكون جوان ويو راجعين وغيشوفوا الفيلم كامل اللي وقع بيناتهم، وبقى جوان غير كيشوف. مشاو جلسوا باش يتغداو، هو يحرج تشينغ وقال لها علاش في حفل نهايه السنه ديال التخرج مشيتي وخليتيني وما وضحتيش ليا حتى السبب علاش. وهي تقول لي جين بلا ما تهضر في هذا الموضوع دابا ماشي وقته. ومع السبب بقات كتشرب بزاف تغيبات، وهي مغيبه وبقات كتردد في سميه تشينغ. خونا جوان بقى مصدوم من داك البلان. وفي النهار الثاني مشات جين للمكتبه ولاحظت باللي جوان ما باغيش يدوي معاها وكيتجاهلها بزاف، وهي تمشي تقصدو وقالت ليه انت مالك اش كاين. هو يقول لها باللي صعيب عليها تقاوم الاغراءات الماديه اللي عند تشينغ، داكشي علاش غتختار تشينغ عليه هو ومشى. وهي تمشي جين عند تشينغ لدارو ونوضتها معاه وقالت ليه انت شنو قلتي لجوان حتى خليتيه يبعد عليا. هو يقول لها هادشي اللي كتقول ما عنده عليه حتى اخبار وما عنده حتى علاقه بداكشي اللي وقع بينها وبين جوان. هو يسولها وقال لها واش كتبغيني، وهي تقول ليه انا راه كنكرهك، وقالت ليه ما تبقاش تدخل في حياتي. هو يقول لها ومالك ما قلتي هاد الهضره شحال هادي، وخلاو مشى وما بقاش بان لي اثار. وغترجع جين للقريه الريفيه فين كبرات باش تشوف ماماها. الساعه غتلقى تزوجات بواحد خونا وهي تفاجئ، لكن قالت لماماها الا كان هادشي غيخليك فرحانه ماشي مشكل. وهي غاديه مع ماماها كتمشى هزت عينيها لقات تشينغ قدامها وهي تقول ليه اش جابك هنا. هو يقول لها بلي الوالده ديالو شرات شي مصنع قريب للقريه ديالهم، هو يستغل الفرصه وجا يشوفها. ومشاو جلسوا وبداو هاضرين، وغتكون جين هاضره معاه وهي كتصيف في شي عريسات. هو يقول لها حيدي داك التخربيق من يدك وهضري معايا. وهي تعصب عليه وقالت ليه بلي هذوك العريسات هما باش كبرت وباش كتعيش ماماها. وبالليل غيسهر خونا تشينغ الليل كامل باش يصايب ليها عريسه. الساعه ما عرف صدق جارع على صبيعاته، وغتشوف جين داك الديكور ومشات عنده وقالت ليه شكرا بحال صايبتيها. وبداو هاضرين، هو يقول لها تشينغ باللي هو مازال كيبغيها وقال لها ما كرهش يديها معاه لبيكين تكمل قرايتها تما وتسكن معاه باش لا تخرجات تخدم حداه. فعلا ختنا جين ملي تخرجات دفعت بزاف الشركات في بيكين، لكن للاسف حتى الشركه ما عيطت لها. وغتلاقى جين مع واحد صاحبتها وغتقول لها باللي واحد الشركه في شانغهاي باغا بنادم، وملي دفعت لها جين تقبلات. وغيصيفط لها تشينغ ميساج وقال لها باللي لقى لها خدمه في بيكين. الساعه قالت ليه راني لقيت خدمه في شانغهاي. هو يكع عليها وتقلق وقال لها كتفكري غير في راسك بنت عم. وفي واحد النهار شدات جين تران باش تمشي لبيكين تصالح مع تشينغ. الساعه عيط ليها وقال لها هو جاي عندها لشانغهاي، وهما يديروا باش يتقاسموا الطريق. وقال لها نزلي من التران في اقرب محطه انا نجي لعندك. ودارت داكشي اللي قال لها، نزلت وبقات كتسنى فيه، وملي شافته جاي مشات كتجري لعنده وعنقته وقال لها باللي هو غيبقى في جنبها واخا تعرف تمشي لاخر الدنيا. ودازت عامين وغيقرر تشينغ يشري دار صغيره باش يعيش فيها هو وجين. وغيجي حفل الخطوبه ديال يو خد تشينغ، وملي مشاو عندها للخطوبه لقاو السيد اللي خاطبها هو خونا جوان اللي كان خدام مع جين في المكتبه. هو يتصدم تشينغ حيت هو كان اخر واحد وصلته الاخبار. في واحد النهار غيجي راجل ماما جين اللي عندها المدينه وقال لها باللي ماما مريضه وعندها السرطان، وقال لها باللي هو تسلف الفلوس غير من الشركه اللي خدام فيها باش يدير لها العمليه، وقال لها دابا جا الوقت باش نرد لهم الفلوس. وغتحاول جين تدبر ليه في الفلوس، عيطت لكاع صحابها ساعتها واحد فيهم ما عنده ديك الفلوس كامله، وهي تفكر جوان وعيطت ليه وسلفها. وغترجع بالليل وغتلقى الخبار في راس تشينغ ولقاته موجد لها الفلوس. الساعه قالت ليه باللي هي تسلفات الفلوس من جوان. هو يكع عليها وخلاها وخرج.
قصد خونا جوان ومشى عنده لدارو ودخل ولا عليه الفلوس اللي عطاها الجين وقال ليه 2 وراق زيدهم في راسك وبعد من جين انا راه قاد بها. ونهار الاخر جات عنده جين وعطاته واحد الورقه ضمانه باللي زعما هو كيتسالى الفلوس. هو شد الورقه وقطعها وقال لها واش حنا بيناتنا غير الفلوس؟ قال لها دابا تاكدت بلي انت ما كتبغيني. وباش ينسى غيقرر خونا تشينغ يسافر لامريكا وهو غادي في الطياره جا ميساج من جين قالت ليه باللي غتولي كل مره تصيفط ليه شويه تكمل الدين اللي عليها. زاد كعاتو ما جاوبهاش. غدوز ليام وغتولي ختنا جين فين ما خرجت الدور وشافت شي واحد كيبقى يتخيل لها غا تشينغ وغتعرف باللي هذا غير البغو غير ما بغاش تعترف ليه قبل ما يبعد عليها كلاخ وصافي. وغتقرر تسافر عنده لامريكا باش تعترف ليه بالحب ديالها. غير وصلت خرجت من المطار بدات كدور في المدينه وهي تلاقاه صدفه مخرج واحد السيده حامله من السبيطار وهي تدور وجهها وهربت وبدات كتبكي حيت عرفت راسها باللي وصلت معطله. الساعه شافت تشينغ ومشى عندها وشرح لها البلان وقال لها باللي هذه غير مرت صاحبو وراها الفيديوهات ديالهم في التليفون وهي تلا عليه وعنقته واعترفت ليه بالحب ديالها اللي كانت مخبيه عليه سنوات هذه. وهنا غتكون سرات القصه ديالنا فريدات. ما كاين غير الحب والرومانسيه اللي بغى يموت يبون. يلا فريده شي بارطاج حنين وشي تعليق زوين وشكرا لك.